اليوم الوصفة مخصوصة للي عندها دجاج ومحتارة ما تدري تسوي غدا أو عشاء. أبدلكم على الوصفة هذه من ألذ وأسهل وأسرع صواني الدجاج، اللي هي صينية مسخن الدجاج مع صلصة الطحين الباردة. الوصفة هذه مرة سهلة ولذيذة، لا حمس لا تكشين، ومقاديرها كلها متوفرة. طيب المقادير هذه ظهرت لكم على الشاشة، جهزناها ونبدأ بسم الله. أول شيء نجيب صينية الفرن، صينية عميقة وكبيرة، نحط فيها كمية البصل الجوانح كمية كبيرة، ونحط الدجاج أنا عندي مغسل ومنظف وبالعظم وبالجلد. الحين مقادير اللي بضيفها، الأفضل أنكم تحطونه بعلبة تخلطونه قبل، بعدين تضيفونه على الدجاج والبصل، اللي هي زيت الزيتون، عصير ليمون، دبس الرمان، السماق، البهار مشكل، الفلفل الأسود، البابريكا، الملح. أنا لقيت إني لما أخلط المقادير كلها قبل وبعدين أضيفها للدجاج والبصل تعطيني نتيجة أفضل. هذا يعتبر كتحسين وتطوير للوصفة. طيب الحين أضفت كل المكونات، أبدأ أخلط الدجاج والبصل مع كل المكونات اللي قبل. مرة سهلة يعني، لا ما في روايح أبدا نهائيا. طيب انتهيت. الحين وش بسوي؟ بغطيها برق الزبدة وبعدين طبقتين من القصدير، أكتمها مضبوط مرة، بعدين أدخلها الفرن أنا مشغلته قبل، الحرارة تقريبا 200-250، بخليها تقريبا 45 دقيقة من أسفل، والوقت يختلف على حسب حجم الدجاجة. طيب نستودعها الله للفرن. بهالأثناء بجيب صينية الفرن، الأفضل تكون معدن أو غبار. بجيب القرصان الرطب، أنا هنا قطعته قطع صغيرة، بعدين سقيته بزيت الزيتون. الأفضل وكتطوير وتحسين للوصفة أنكم تأخذون القرصان الرطب أو خبز رقاق على نفس الحجم ودائرة كبيرة، تدهنونه بزيت الزيتون، بعدين تقطعونه قطع صغيرة باليد أو باستخدام المقص. لاحظوا هنا قلبته زين علشان يتداخل زيت الزيتون مع القرصان. طيب الحين صينية الدجاج طلعتها من الفرن وهي حارة، شلت القصدير، ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا كمية المرق ما حطيت ولا نقطة ماء. جبت الصحن اللي فيه القرصان وحطيت الدجاج، بعد ما حطيت كل الدجاج صبيت عليه كل البصل اللي باقي، مرقة الدجاج، علشان القرصان يتشرب ويطلع فيه شوية طراوة. طيب الحين بدخل الصينية للفرن، الفرن مشغل من تحت ومن فوق، الهدف علشان طبقة القرصان اللي تحت تتشرب المرق ويطلع فيها قرمشة وتطلع فيها قرارة وطعمها لذيذ، ومن فوق تتحمر. وهنا بعد ما طلعت الصينية ما شاء الله تبارك الله، التصوير بدون أي فلاتر. نجي الحين الوقت التزيين، أنا أحب الوقت هذا. حطيت عليها بصل مقلي، سماق، نعناع مجفف، الرمان كذا شوي حامض، صنوبر محمص، دبس الرمان، خطوط من دبس الرمان أحبه كذا فيه حموضة. آخر شيء حطيت عليه الكزبرة. الوصفة هذه من أنا أقول لكم إذا سويتوها الكل بيسألكم عنها. جربوا سووها بسخان وحطوها ببوفيه وقدموا جنبها صلصة الطحين الباردة، أنا متأكدة بيسألونكم عنها. الوصفة لذيذة لذيذة وتشبع، خصوصا بليالي الشتاء الباردة. أنا بالنسبة لي الوصفة هذه من ألذ وصفات الدجاج وأسهلها وأسرعها. صدق إنها دسمة، لكنها بأيام البرد ما يدفي غيرها. جربوها، متأكدة بتعجبكم. صحة وعافية وهنا على الجميع، واعتذر عن المنظر، والله اعتذر، بس بكرة كلكم سووها. شوفوا إذا لما غرفت الدجاج لاحظوا طبقة القرصان وشلون متشربة الصوصات، وبنفس الوقت الطبقة اللي تحت كذا القرارة كذا طالع طعمها مرة لذيذ. يعني ما أدري شو أقول لكم، ضروري تجربون الوصفة هذه، أنا متأكدة إنه يعني بتعجب الجميع مع صلصة الطحينة الباردة. يا الطعم شيء صحة وعافية وهنا عليكم.